السلام عليكم. الفنان أحمد السقا طلع في فيديو عشان يدعم ويدافع عن محمد صلاح ويثير الجدل بعد ظهوره في مقطع فيديو، وكان بيقول في الفيديو أو الرسالة اللي عملها لمحمد صلاح لاعب ليفربول، وإنه قدم رسالة لإدارة ليفربول وقال التاريخ ما يجلس في الاحتياطي أبدا. الفيديو اللي عمله أحمد السقا كان بيقول فيه مرحبا، صباح الخير أو مساء الخير. يعتمد ذلك الوقت على مشاهدة الفيديو. اسمي أحمد السقا، أنا أحد نجوم الشرق الأوسط، بالأصل مصري، وأنا فخور بأنني نفس جنسية الكابتن محمد صلاح. أريد تذكير جمهور ليفربول وإدارة ليفربول بالكامل ما فعله محمد صلاح أو مو صلاح لليفربول. يرجى عمل مراجعة سريعة لما فعله محمد صلاح لليفربول، واعتبروا آخر 8 سنوات لم يلعب فيها محمد صلاح مع ليفربول. هل تعتقدون أنكم ستحصلون على كل تلك الألقاب وكل هذه الكؤوس وكل هذه البطولات؟ لا أعتقد ذلك. فمن فضلكم أعيدوا النظر بمحمد صلاح، أن محمد صلاح أيقونة ليس فقط للمصري ولا للعربي، أعتقد بالنسبة للشعب البريطاني الذي نحترمه جميعا. يرجى إظهار بعض الاحترام للكابتن محمد صلاح الأسطورة، وأنا أقدم هذه الرسالة لإدارة ليفربول واسمي أحمد السقا. تحياتي لإدارة ليفربول وتحياتي للكابتن محمد صلاح. زي ما سمعتوا الكلام ده هو اللي قاله أحمد السقا، أو الرسالة اللي كان بيقدمها لمحمد صلاح عشان إدارة ليفربول يرجعوا محمد صلاح تاني كأساسي في التشكيلة. كل التوفيق للاعب محمد صلاح، اللاعب المصري الأصيل.